مستمرين على 108 اف ام مع الدكتورة نادية النشار. تك تك. تعليقات جميلة ورسائل جميلة، بشكركم جدا والله. أستاذ يوسف أحمد الباز، أهلا وسهلا، يعني من أيام بقى الصبح أول مرة تنضم لينا بالليل، برحب بحضرتك جدا. يوسف أحمد الباز أهلاوي وأفتخر من عروس الدلتا المنصورة، برحب بيك جدا. أستاذ وليد جودة، التعامل مع شخصيات السوشيال ميديا زي التعامل مع نزلاء الخنكة، هذا كلام أستاذ وليد. قد يتم شتمك بقوة لأنك قلت معلومة صحيحة، والكل يرى نفسه لا يخطئ أبدا، هو صح دائما، ينشر أفكاره وخلاص، وعليك أن تؤمن بها وإلا تم شتمك. قليل من العقلاء وكثير من المجانين، قليل من الأدب وكثير من التجاوز والخروج عن النص والدعوة للانحلال أو التزمت الشديد. كل شيء موجود وعليك أن تختار الطريق. كل شيء موجود، ده كلام جميل جدا. كل شيء موجود، عالم مفتوح لا نوافذ ولا شبابيك إلا اللي بيحط، يعني كل واحد فينا يقدر يحط. بيقول كمان الجينات الوراثية وتأثيرها على تكوين الشخصية وعلاقتها بالأكل والبيئة المحيطة، وتكوين الشخصية السوية والشخصية المعقدة المريضة نفسيا والمجرمة. الشعرة الأخلاقية بين البلطجي والمحترم. قصدك مثلا إيه؟ لا، ده بين البلطجي والمحترم مش شعرة بقى، ده مسافة كبيرة. لكن أعتقد ده موضوع ممكن نناقشه في دكتور مود، هيبقى أنسب يعني إن شاء الله. بشكرك جدا أستاذ وليد. تعالوا بقى نروح لضيفنا دكتور تامر المغازي، ودكتور تامر محدث بقى وبيعمل لنا دايما الأبديت بتاعنا في عالم منصات التواصل الاجتماعي. برحب بحضرتك جدا يا دكتور، منورنا. مساء الخير، ازي حضرتك يا؟ مساء الفل. الصوت كويس؟ صوت تمام جدا يا دكتور، الحمد لله. السوشيال ازي حضرتك ميديا، وازي المستمعين جميعا، يا رب يكونوا بخير. والله منتظرينك يا دكتور تحدث لنا بقى معلوماتنا في موضوع منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد هي طول الوقت بتغير معاييرها للظهور. يعني أنا عايز أظهر وعايز أظهر بشكل كويس وعايز أتحكم في صورتي على هذه المنصات. تمام، هو فعلا يعني الوضع اختلف مع ظهور المنصات التواصل الاجتماعي، ومن قبلها ظهور الانترنت عموما. لو نفتكر زمان كده كان الانسان بيظهر، يعني لو يقول لك تكلم حتى اراك مثلا، يعني اعرف انت مين. صحيح. فاللي هو في الندوات الشعريه، مثلا في السجالات او كده، كان ممكن الانسان شخصيته بتظهر ويبتدي يتبنى عنه هويه، اللي هي بنسميها النهارده البيرسونال براند او الهويه الشخصيه. وحتى نفتكر مثلا نابليون، وده كان من اوائل الناس على فكره اللي فكروا في بناء الهويه الشخصيه، ازاي انه لما جه مصر اثناء الاحتلال الفرنسي يعني كان بيفكر ازاي يتقرب ويتودد للمصريين بافعال، تصرفات، وبتغيير في ممكن في حاجات، يعني في معتقداته، او يظهر ان هو مغير في معتقداته. لكن النهارده احنا بقينا زي ما كنت بتقولي احنا مكشوفين، وزي ما المستمعين برضو كانوا كاتبين ان احنا مكشوفين وشايفين ومتواصلين مع بعض، شئنا ام ابينا. فاحنا لو بنفكر في بناء الهويه الشخصيه لاغراض تجاريه او لاغراض يعني هنقول ان هي للعمل او للحياه ولكسب العيش او لتطوير عمل ما، ده لازم نكون بنينه على اسس، ونبقى عارفين ان التعرض او الانكشاف اللي احنا فيه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ده ممكن يبقى عامل جذب وعامل يساعدنا ويفيدنا، وممكن يبقى عامل ضرر كمان. فلازم نعرف احنا ايه اصلا، بنعمل ايه ده من جوانا، ثم نقدر نعرض نفسنا. يعني اعرف نفسي وبعد كده اعرض نفسي. السلاح ذو حدين بقى، اللي هي السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي، هي ذو حدين، لها بريق ولها شهرة ولها شهوة بتخلي الواحد ممكن ينجرف أحيانا، وكلنا بيبقى عندنا عايزين نقول رأينا، عايزين نعرض اللي هو رأيي في القضية يعني أحيانا. والشكل الثاني إن أحيانا الناس بتتكسف برضو أو تخجل أحيانا إن هي تظهر لو هي بقى عندها ملكة أو مهارة أو موهبة أو نقطة قوة، نتيجة إن يمكن الناس تقول عليا إيه ده الكلام اللي بيقوله. ودول الحقيقة يعني زي اللي ماشي على السلك في السيرك، لازم ناخد بالنا ازاي نقدر نعمل الحته دي.
طب احنا يا دكتور عايزين لا نكون المعرضين تماما اللي البعاد تماما عن ان انا ابني هويتي الشخصية على هذا العالم وهذه المنصات، ولا اكون اللي ليل نهار قاعد كأني اكبر مسؤول لازم اقول رأيي في القضية دي، ولازم اقول رأيي، ولازم اطلع بيان رسمي في الموضوع ده. يعني انا عايز لا ابقى الشخص اللي على طول ليل نهار بيتكلم، ولا ابقى الشخص المختفي. تمام. يبقى هنرجع تاني لنقطة، هل أنا ببني هويتي الشخصية مجرد إن أنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو زي حياتنا، زي الفرد جوه الشلة أو جوه الصحبة، ده اللي بيتكلم، ده اللي بيقول رأيه، ده اللي بيعبر. هي الشخصيات أنواع، وكلنا عارفين إن شخصياتنا مش زي بعضها. هنا ده الغرض الاجتماعي. لكن خلينا نبص النهاردة من المنظور الإداري أو التجاري أو العملي بقى، إن الواحد النهاردة ممكن يظهر شغله ويظهر مهارته ويظهر ملكاته ومواهبه وينمي أعماله من مواقع التواصل الاجتماعي. إن مثلا أتكلم في الصناعة أو في المجال اللي أنا مثلا متخصص فيه، أتكلم فيه كخبير، إيه تحديثاته، إيه مستجداته، إيه مشاكله، إيه عوائقه، إيه الفرص اللي فيه. ده إطار أو بنسميها زي طبقة أقدر إن أنا أظهر رأيي فيها كخبير. تمام. يبقى أروح لتخصصي واللي أنا أقدر أتكلم فيه بمنتهى الثقة يعني. بالظبط. وده كمان مش تخصصي، أنا بتكلم في الصناعة عموما وكل ما يعني جوانبها. والطبقة اللي تحتها لو بنعتبرها زي المدارات كده بتاعت الكواكب والنجوم، أتكلم عن التخصص بقى بتاعي وقدرتي على إن أنا أدلي بدلوي فيه، بس مبني على معلومة وعن علم وعن خبرة. ثم الطبقة الأصغر اللي هو المدار الأصغر، أنا بقى بقدر أعمل إيه؟ بساعد إزاي؟ بحل مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في هذا التخصص وهذه الصناعة أو هذا القطاع إزاي؟ عملت حاجة ونجحت فيها، كنت بقدر أو كان في عندي حاجة فيها معوق، ابتديت إن أنا أحسنه وبقيت بقدر أطور فيها للآخرين مثلا أعمالهم، أو بحقق أنا فيها نجاحات لنفسي أو ليهم. فمن هنا بنقدر نبني الهوية الشخصية بالشكل اللي هو زمان زي ما نقول كنا بنقدر نعمل ده الحقيقة في المقابلة الشخصية. هنروح المقابلة الشخصية نقول لهم احنا بنعمل ايه، والموضوع يستغرقه النوم او السبات العميق لحد ما يبقى في اجتماع او مؤتمر تظهر شخصيتنا برضو ملكاتها ومهاراتها جوه ده. لكن ده الشكل الاوفلاين او خارج الانترنت. لكن النهارده اونلاين نقدر على منصات زي لينكدين، زي اي بقى تويتر، فيسبوك، كمان بفيديوهات على يوتيوب او انستجرام، حتى بالفيديوهات الاقصر على المنصات زي تيك توك نقدر نعمل ده، ونبقى طول الوقت متواصلين بس بما نعرفه عن نفسنا وبما بنعرض بيه نفسنا قدام الجمهور بالشكل اللي هو المقنن، اللي هو مش زي مش طول الوقت موجود وبقول اي حاجه، واللي هو ايه يمكن هيقولوا ان انا ما قلتش رايي، سواء في قضيه سياسيه او اجتماعيه او حتى قضيه يعني بنسميها زي المستجدات الترند او كده. ممكن الواحد يعني يقول رايه في اللي يفيد بناء هويته الشخصيه واللي يفيد الناس اللي حواليه، وكده يبقى قدر ان هو يمزج ما بين المنفعه للكل يعني. هل في منصه افضل من منصه ان انا اعرض فيها نفسي، ولا تتساوى منصات التواصل الاجتماعي؟ هنيجي نبص هنا لينا نفسنا كمنتج. انا اعتبر ان احنا لما بنيجي نعمل هويه شخصيه بنكون احنا المنتج، والشخص او الاشخاص هم من انواع المنتجات. ان انا ممكن يكون عندي المنتج ده دوله، ممكن يكون ده سلعه بنشتريها او خدمه بنقدمها، وممكن المنتج يكون شخص. يبقى انا شخص لازم اشوف انا مين جمهوري، مين شريحه الجمهور بتاعي المستهدفه، واوصل لهم عن طريق انهي قناه تسويقيه او قناه ترويجيه. لو انا مثلا والله عاوز ابرز نفسي مثلا للجمهور في منطقه الخليج العربي، هلاقي ان انا بتجه لقنوات زي تويتر، سناب شات مثلا. ايوه، لان هم اكتر موجودين اكتر على سناب شات وتويتر حقيقي. والله لو انا مثلا مقدمه محتوى او انا براند نسائي او حريمي وبخاطب الانسات والسيدات، انستجرام مثلا في اي دوله، او ممكن تيك توك كمان ظاهر، وبالتالي لان هنا النوع الجندر اختلف. لو احنا بنخاطب السن الاصغر، تيك توك وما ادراك ما تيك توك وما يحدثه. انا بسمي ان هو بيحدث النهارده حاجه اسمها تيك توكايزيشن اوف
سوشيال ميديا، ان هو بيعمل تغير في طريقه حتى تعاطي السوشيال ميديا نفسها معانا احنا كجمهور. فيبقى ممكن والله جمهوري لو ناس كبار في السن يعني بيقروا جرايد، محتاج اروح للاهرام واروح للاخبار او اطلع في الاذاعه والتلفزيون التقليديه، الميديا التقليديه. اتفضلي. يعني دلوقتي التيك توك يحدث تغييرات كبيره حتى على المنصات، لان هي بدات تستشعر منافسه كبيره حقيقي. وكمان الاكبر سنا والجهات الرسميه بدات تبقى موجوده على المنصه دي. مزبوط. وبالتالي انا كمان كحد عايز يشارك، ما نبقى موجود. هل مثلا يبقى موجود على كل المنصات دي؟ التواجد احنا بنعتبر ان دايما لازم، وده تسويقيا لازم بنقدم حاجه اسمها القنوات التسويقيه المتكامله. انا لازم ابقى متكامل، اعمل زي انتجريشن او التكامل ده مطلوب. تمام. بس زي اللي هو كان زمان عندنا حاجه اللي هو زي الايكوالايزر كده بتاع الكاسيت اللي في العربيه، بيعلى المؤشر عند قناه عن قناه حسب الجمهور وحسب طبيعه المنتج وحسب فكره الفئه المستهدفه. لو انا مثلا حاجه مهنيه وحرفيه قوي مثلا لينكدين، ما اقدرش ان انا اكون مش مقفل الامبير بتاعه بقى. والله لو زي ما قلنا كده جمهور الخليج، لا جمهور مصر بس سيدات وانسات، لا جمهور اصغر في السن، هلاقي ان انا المؤشر زي البوصله وزي ضبط المؤشر بتاع الراديو او كده، هوصل للمكان اللي انا عايزه بقدره اعلى من مؤشر تاني او من منصه تانيه. تمام. وبالتالي ابقى فليكسبل، ابقى مرن يعني. تمام. يعني المقترح خليك موجود على كل المنصات وركز على المنصه اللي عليها جمهورك اكتر. بالظبط. طيب. مش بس كده، بالمحتوى اللي يناسب كل منصه اللي بتوصلها للجمهور بتاعها، لان نوع المحتوى كمان مختلف. تمام. طيب بما ان حضرتك قلت الترددات والايكولايزر والصوت بيعلى فين طب ما هو في حاجه اسمها الايكو سيستم، يعني في تسميع لكل حاجه بتخدمك. لما انت تكون موجود على حاجات كتير انت بتصنع الايكو سيستم اللي هو نظام اللي بيخدمك بترددات كلها تعمل صدى على اسمك وعلى بالزبط. عملك. حقيقي. يعني هي فكره الايكو سيستم طبعا، والفكره بنسمعها كتير عشان رياده الاعمال وعشان الستارت ابس او الاعمال الناشئه، اللي هو زي بنتكلم على الكون والكواكب والمجرات موجوده فيه. دي بتحيط بينا وبتخصصنا وبصناعتنا، وهنا بيطلع دور بنسميه النتوركينج بالانجليزي، او ممكن نقول بناء العلاقات. صحيح. او تشبيك العلاقات بالعربي. تمام. دي يا دكتور على قد ما هي كانت كلمات مهمة لرواد الأعمال، لكن دلوقتي هي مهمة لينا كلنا، يعني من مصلحتي أعرفها. فحضرتك ادينا برضو فكرة عنها كده. فكرة النتوركينج أو اللي هو إنشاء العلاقات أو الشبكية التشبيك ده صحيح. إحنا زمان كنا نقول لك أنت مين واسطتك أو أنت مين موصي عليك، وكنا بنعتبر إن ده نوع شوية من مثلا إن ده حاجة بياخدها حد عن حد. النهارده بقى مهم في عالمنا المعاصر وفي رقمنة عالية والسرية عالية ان انا يكون ليا شبكات من العلاقات. ممكن تشبكني في شغل، تقدم لي فرصة شغل، تقدمني لحد محتاج، حد خبير في التخصص ده. فبنسميها النهارده ملكة او مهارة لازم تبقى موجودة عند اي حد موجود في السوق، موجود في الايكو سيستم، موجود في مجال ما او صناعة ما. لان لا احد، احنا بنقولها كده ببساطة، لا احد يعيش كجزيرة منعزلة. احنا كلنا موجودين. انا بقدم خدمة في التسويق، ممكن حد بيقدم صناعة او بيصنع، وهذا اللي بيصنع محتاج حد يقدمه لسوق خارجي، يبقى محتاج يصدر. طب ممكن استورد مادة خام من مكان، ممكن انشئ تطبيق يخدم على مجموعة الخطوات دي مثلا جوه حاجة اسمها سلاسل الامداد او السبلاي تشين. فبالتالي نلاقي ان البرمجة داخلة في التسويق، في التصدير، في الاستيراد، في الصناعة. فالامر لا يخلو الان من هذه الفكرة، فكرة النتوركينج او التشبيك. ده حتى دلوقتي بدأوا يعملوا ايه، مثلا انا بديك فرصة تقول كلمة على مجموعتي وانت اديني فرصة اقول كلمة على مجموعتك، ونتبادل المنافع وهذه المصالح البسيطة اللي بتبقى مؤثرة جدا. حقيقي. والله يا دكتور يعني مهم جدا ان اخد الكلمات اللي بتبقى ترند ومفتاحية في العصر ده وابدأ افهمها علشان استفيد منها واخليها تخدمني.
تخدم مجالي والشغل اللي انا بشتغل. تمام. ايه اخر حاجة تحب تختم بيها وبحيث ان احنا نبقى براند، نصنع الهوية الشخصية او الهوية العملية والمهنية على منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني هنحسن استغلال هذه المنصات ونفهم كل منصة. هنعتبر نفسنا شوية كلنا بقى ناس شغالين في التسويق، فلازم ندرس المنتج اللي هو احنا وندرس كل منصة ازاي تقدر تخدمنا وتخدم على وصولنا. قبل ما ندرس المنتج اللي هو احنا، يعني ده ببساطة كده اعرف نفسي، اعرف بالزبط. انا مين وعايز ايه عشان اعرف اعرض نفسي. تمام. تمام. اعرف نفسي وادرس نفسي داخليا كويس جدا. وايه نقاط القوة والضعف اللي عندي، وانا اقدر اقول عندي شغف في ايه. ايه هي ميزتي التنافسية اللي انا اقدر انافس بيها في هذا السوق، واشوف كمان ايه احتياج السوق اللي يعني اقول يماتش او يتفق مع هذه الميزه التنافسيه. تمام. استخدم بقى اي وسيله او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي دي قرار يخضع للتجربه والخطا احيانا او لتقليد الاخرين. اشوف الناس ناجحه في ايه واستخدمت ايه واحاول ان انا اقلدهم. من الحاجات المهمه ان احنا ممكن نستخدم الحكي. فكره الحكي، او ناس تحب تسمع قصص، ما تحبش الكلام اللي هو عباره عن مقالات او معلومات مصمتة او بالطريقه القديمه. لا، نحكي في مقالات او نحكي حتى في الفيديوهات اللي هي الصوره المرئيه او بالصوره المسموعه زي البودكاست او المقاطع الصوتيه النهارده. ونستخدم كل ده في اطار بقى من ان احنا ازاي نقدر نقول احنا لو انتوا عندكم المشكله دي احنا بنقدر نساعد في كذا وكذا وكذا. دكتور تامر المغازي، بشكر حضرتك جدا ودايما معانا ونحدث أفكارنا ومصطلحاتنا اللي بتظهر جديد كده من خلال حضرتك. بشكرك جدا. أنا بشكر حضرتك دايما على إتاحتك يعني الفرصة للظهور صوتيا مع جمهور الشباب والرياضة اللي أنا بحبه وبحب الإذاعة، ودايما بالتوفيق والنجاح ومساء الخير لكل المستمعين. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، مساء الفل على حضرتك. شكرا.